السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو مع وصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم طاجين بالكفتة وبالخضر، كيجي أكثر من رائع، وأكيد إلا جربتوه غادي يعجبكم. وبلا ما نطول عليكم غادي ندوزو لطريقة التحضير، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم المقادير. عندنا ما يعادل 500 غرام ديال الكفتة. بالنسبة للتوابل عندنا شوية الملح، البزار أو الفلفل الأسود، ثوم، غبرة أو طرية، الخرقوم، التحميرة، المعدنوس. غادي نخلطوا المكونات مزيان باش تنسجم مع بعضياتها، وغادي نبداو نشكلوا كويرات ونوضعوها في واحد الإناء ونخليوها إلى جانب. وفي هذه المرحلة غادي نبداو نوجدوا الصلصة ديالنا في واحد الطاجين. كنعملوا 2 حبات ديال البصل مقطعة إلى قطع صغيرة. بالنسبة للتوابل عندنا نفس التوابل اللي عملنا في الكفتة، زدت عليهم غير الهريسة، غبرة، شوية الملح، البزار أو الفلفل الأسود، ثوم، غبرة أو طرية، الخرقوم، تحميرة، المعدنوس، هريسة، غبرة أو على شكل صلصة. وغادي نخلطوا مزيان البصلة مع هاد التوابل. غادي نضيفوا ليهم الخليط ديال زيت الزيتون مع الزيت النباتية. وكيف ما كنقول لكم دائما، نتوما لكم الاختيار، تعملوا الزيت النباتية بوحدها او الخليط كيف ما عملت انا، او الزيت النباتي زيت زيتون بوحدو. وغادي نخليوه يتشحر فوق النار. هاد المرحلة مهمة، قد ما خلينا البصلة تشحر فوق النار الا كتعطينا واحد الصلصة اللي كتجي معلكة ولذيذة. هاهي البصلة ديالنا تشحرت مزيان. غادي نضيفو 2 حبات ديال الطماطم. عندنا هنا طماطم طرية. كتقدروا تعوضوها بالصلصة ديال الطماطم، ولكن انا في الطاجين كيعجبني الطماطم طرية. غادي نضيفو 4 الحبات ديال البطاطا وشوية ديال الجلبانة. غنرشو شوية ديال الملح، ما نكتروش بزاف لان وضعناها في الاول. وغادي نغطيه ونخليوه فوق النار. وغادي نضيفو الكويرات اللي وجدنا قبل. وغادي نضيفو شوية ديال الزيتون. وكتبقى هاد الوصفة سريعة التحضير وكتجي لذيذة بزاف. ودابا غنرشو فوق منها شوية ديال التحميرة. وغادي نضيف واحد ربع كأس ديال الماء، لا اكثر، غير فاش طيب البطاطا ديالنا.
وها الطاجين ديالنا وجد. هذه هي النتيجة النهائية، كيجي أكثر من رائع شكلا ومذاقا. كنتمنى أن الوصفة ديال اليوم نالت الإعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليو في التعليق كيف جاكم، وما بقى لي إلا نقول لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.